بكم. أنا الدكتور مؤيد عفاني، اختصاصي القلبية التداخلية. درست وعملت كاستشاري في القلبية التداخلية لمدة تزيد عن 5 سنوات في ألمانيا. نحن هنا في المصحة الدولية في تطوان، ونحب نديكم فكرة عن القسطرة عن طريق اليد في المصحة الدولية. أهلا بكم. هنا مختبر القسطرة في المصحة الدولية في تطوان. طبعا المختبر مجهز بأحدث الأجهزة. هذا جهاز القسطرة سيمنز، هو حقيقة يعني تقريبا أحدث جهاز موجود حاليا. طبعا هون المونيتور أو التلفاز اللي بنشاهد عليه الأوعية الدموية عند إجراء عملية القسطرة. هنا المكان اللي بيستلقي عليه المريض خلال إجراء عملية القسطرة. طبعا المريض ما في داعي لنا لنعمل له تنفس اصطناعي. عملية القسطرة المريض بيكون فيها صاحي ولا يشعر بالألم. عملية القسطرة نديها عن طريق شريان اليد بعد التخدير الموضعي، وندخل في شريان اليد الوير حتى يصل إلى القلب، وعن طريق هذا الوير ندخل القسطرة القلبية، وبنعرض شرايين القلب اليميني واليساري وبنشوفهم على المونيتور، وبنقرر على أساسها إذا كان التضيق كبير لابد من زرع الشبكة. إذا كان التضيق خفيف غالبية الأحيان بنعالجه عن طريق الأدوية. إذا كنا غير متأكدين من التضيق بنجري فحص لنتأكد إذا هذا التضيق هو فعلا يؤدي إلى الأعراض التي أصابت المريض أو لا. هذا جهاز الفيبريليشن للحالات الإسعافية. طبعا كل مريض بنعمل قسطرة لابد أنه يكون مرتبط بالجهاز للتصرف في حال حدوث أي طارئ. هون طبعا أنواع مختلفة من القسطرات، أنواع مختلفة على حسب المنشأ اللي يخرج منه الوعاء الدموي من الأبهر، على حسب طول المريض وحجم المريض والأنومالي اللي أحيانا بتكون. فعندنا لكل الاحتمالات جميع الأنواع. هون طبعا أشكال وأنواع وأحجام مختلفة من البالونات والشبكات اللي ممكن تركيبها والأدوات اللي بتساعد في القسطرة. كله في المصحة الدولية من أفضل الماركات وأفضل الأنواع. اخترناه بحيث أنه نخدم المريض بأجود الطرق الموجودة عالميا حقيقة. اليوم المريض اللي كان معنا كان عنده أعراض الأنجينا بيكتوريس اللي هي ألم في الصدر خصوصا عندما يبذل الجهد. المريض كان عنده العوامل الخطر التي قد تؤدي إلى حدوث مرض الأوعية التاجية. كان مدخن شديد وكان عنده ارتفاع في ضغط الدم. طبعا العوامل بشكل عام اللي بتؤدي لحدوث التضيقات هي مرض السكري، ضغط الدم، ارتفاع الكوليسترول، التدخين، التقدم في العمر. مريضنا اليوم كان مدخن وكان عنده ارتفاع مزمن في ضغط الدم. وجدنا تضيق طويل في شريان الAD، شريان أساسي بغذي عادة القسم الأمامي من القلب. وضعنا في شبكة ونفخنا الشبكة عن طريق البالون الموجود فيها. الشبكة طبعا بتكون عادة من حجم الوعاء نفسه، وكانت العملية ناجحة جدا. الآن إن شاء الله تختفي الأعراض اللي عنده. بعد سنة من الآن ينمو جدار الوعاء الدموي فوق الشبكة وتصبح الشبكة مثل جزء من الوعاء الدموي. ضروري إنه المريض طبعا العوامل الخطرة التي قد تؤدي إلى حدوث الأمراض التاجية حتى لا يعود التضيق في نفس المكان أو في مكان آخر، إنه يضبط هذه العوامل اللي بتؤدي لحدوث المرض.
يعني الامتناع عن التدخين، ضبط السكر، ضبط ارتفاع ضغط الدم، ممارسة الرياضة، والحمد لله رب العالمين.